السلام عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مكرونه بطريقه مختلفه شويه، هتحبوها، اطفالكم هيحبوها، مش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي ان شاء الله. اول حاجه هنجيب طاسه هنسخنها على النار، هنحط فيها فصين توم مهروسين. بعدها هنحط فلفل الوان وهنقلبهم نخليهم ياخدوا شويه. بعدها هنجيب بقى فلفل سبايسي لو عندك. هنقلبهم شوية هيتبلوا. اول ما يبدأوا يتبلوا نحط بقى لو عندك سجق، لو عندك كفتة مقطعة، لو عندك بسطرمة، اي حاجة انت عايزة تحطيها ضيفيها. بعدها هتحط شوية صلصة لو عندك صلصة. حطي لو عندك صلصة انت مسبكاها حطي، لو ما عندكيش صلصة ممكن تحطي طماطم مضروبة عادي جدا. هتسيبيهم ياكلوا في بعضهم يتسبكوا مع بعضهم كويس. بعدها هتبدأي بقى تحطي التوابل، هتحطي حبة معلقة بابريكا، معلقة فلفل اسود وكمون وكزبرة ناعمة برضو. اول ما ياخدوا اول بقى ما يبدأوا يتسبكوا كويس والصلصة تبدأ تتسبك وياخدوا غلوة مع بعضهم. هنبدأ طبعا نحط كريمة طهي. لو ما عندكيش كريمة طهي تقدري بكل بساطة تجيبي مع كوباية لبن وتحطي عليها معلقة نشا ومعلقة سكر صغيرة وترفعيهم على النار هادية. تاخد اول ما تحسي ان القوام بدأ يتقل كده خلاص حشيها وكده تمام، وتقدري تستخدميها ككريمة طهي عادي جدا. دي طبعا مكرونة سباكيتي عادي كنت سلقاها. طبعا كان الكمية كانت اكبر من الطاسة بصراحة يعني. ظبطتها رجعت لكم وكان طعمها تحفة 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 ان شاء الله. مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وشير وتعملوا لايك يا حبايب قلبي وتشتركوا في القناة. باي.